رمضان صبحي في الزمالك، والكواليس والأسرار والإجراءات بيتم اتخاذها للحصول على توقيعه قبل نهاية الموسم الحالي. ده كلام بيتقال، وفي كلام تاني بيتقال إنه رمضان مش هيخش الأهلي، عشان كده الزمالك دخل في الموضوع. إزاي مش هيخش الأهلي؟ لما اتنين من أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي التقوا مع عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، ده الكلام اتقال يعني بشكل رسمي، وقالوا لهم اتفضلوا خشوا في رمضان، احنا مش هنخش فيه. ويطلع بعد كده مثلا بعض التصريحات والتعليقات من نجوم ربما ما لهمش علاقة بالموضوع، لكن ما يعرفش، يمكن جايبين من مصادر. يعني لما يطلع الكابتن شادي محمد ويقول انه مستحيل ان رمضان صبحي يعني يرجع النادي الاهلي، لانه قال لجماهير النادي الاهلي حاجه كبيره يعني حقيقه. وسيد معوض كابتن سيد معوض بعديها بيقول نفس الكلام، ان هو مش هيخش النادي الاهلي. وبعدين بنيجي نبص نلاقي انه مثلا اقرب الاقربين لرمضان صبحي وهو الكابتن اكرامي مثلا، يقول لك مستحيل يروح نادي الزمالك. بعد شويه يقول لك ايه، الاهلي بيفتح ابوابه لدخول رمضان صبحي بعد ما تسربت بعض المعلومات انه هيروح نادي الزمالك. داخلين في لعبه حواليني يا قطه حتى الان. كل ده وغيره، ورمضان ما اتكلمش. الساحه بتاعتنا لما بتحب تنشغل بحاجه بتفضل تديها لوك 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 لوك، وبتلاقي انها بتجيب معاهم فبيكملوا فيها، لكن النتيجه ايه؟ مفيش. وزي ما اقول كل ده ورمضان نفسه ما اتكلمش. ما اتكلمش ليه؟ يعني نسال نفسنا، ما اتكلمش لانه بالتاكيد نفسه يرجع النادي الاهلي، وفي نفس الوقت يعني الدنيا مش ماشيه صح، وسايب الامور تمشي لاقرب وقت ممكن، لانه عارف كويس جدا انه لو خد خطوه او نص خطوه لدخول نادي الزمالك الخسائر بالنسبه له هتبقى اكتر. اذا كانت جماهير النادي الاهلي زي ما بيقول بعض الناس اللي بيخرجوا من اداره النادي بيتكلموا، اذا كانت الجماهير النادي الاهلي رافضه عودته ايراتين 15، فبعد ما يفكر ان هو يروح الزمالك يعني بالتاكيد يعني الخسائر لرمضان هتكون خسائر شامله، لانه مش هيبقى الجمهور نص جمهور اهلي بس اللي بعضهم متعاطف معاه حسب يعني التفكير الغير منطقي في نظر البعض. يبقى كده ايه، رمضان خلص على نفسه. القصه كلها انه يعني رمضان ما بيتكلمش. هل هو ما بيتكلمش لانه مستني حاجه؟ هل ما بيتكلمش لانه مستني ياخد قرار ومش عارف ياخد قرار؟ هل حساباته يعني ماليه فيها مشاكل مع النادي اللي عايز ينتقله عقده؟ يعني حسابات موجوده بشكل كبير حولت رمضان صبحي الى لغز كبير بيبين لنا انه الساحه الكرويه في المحروسه يعني قايمه على ما يشبه يعني العمليات الخزعبليه في الحسابات الاغترافيه اللي بتوصلناش في النهايه الا لنتائج جهنميه لا يرضى عنها احد. يعني الكلام يعني ساعات بيبقى من ذهب، ورمضان صبحي لازم يطلع لنا كام جرام كده عشان الدنيا تهدى وما نشوفش في اجواء رمضان كل هذه التخاريف. وكل عام وانتم بخير.